السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صباحكم زي الفل، صباحكم زي الفل والرزق يا رب العالمين. النهاردة فيديو عبارة عن طاقة ايجابية. لو عايزة طاقة ايجابية الفيديو ده ليكي. ما تنسيش لايك ومتابعة للقناة لو مش متابعانا، وكملي الفيديو للاخر. صباحكم زي الفل. النهارده يوم زي العسل والشمس جميله اهو. صباحكم زي الفل. فيديو عباره عن طاقه ايجابيه. النهارده هديك طاقه ايجابيه. احنا مروقين مكاننا ومخلينه زي الفل وكنسين والدنيا زي الفل. صباحكم زي الفل. يلا يا عسل كده قومي وشوفي اللي وراكي، خلصي اللي وراكي بسرعه كده، واكسبي يومك واكسبي وقتك. خلي ربنا يبارك لك في يومك. لما تصحي بدري ربنا بيبارك لك في يومك وفي رزقك وفي اولادك وفي كل حاجه بيكون فيها بركه. الصحيان بدري ده حاجه مهمه جدا. يعني جربي كده تصحي بدري، شوفي ربنا هيبارك لك في يومك ازاي. الصحيان متاخر ده يعني يا رب يا رب يبارك لنا كلنا في وقتنا، بيضيع الوقت، بيحسسك انك مش عارفه تعملي حاجه، خلاص اليوم خلص. حتى لو عامله كل حاجه من بالليل، مخلصه كل اللي وراكي من بالليل، مثلا غاسله المواعين بتاعتك او مروقه مكانك او عامله كل حاجه من بالليل، في حاجات تانية بتتعمل الصبح. فالصحيان بدري حاجه جميله، يا ريت نصحى يعني بالكتير قوي على الساعه 8، يعني عندما نتاخر 9 كده. يا ريت ده في رمضان، الايام العاديه بقى نصحى 7. صباحكم زي الفل. بصوا مكاننا احنا النهارده روقنا، صحينا روقنا، البرسيم لسه ما جاش. صحينا روقنا المكان وكنسنا. بصوا خلينا المكان زي الفل اهو. انا بقعد كده كل يوم. بصوا المكان زي الفل اهو. احنا لو مربين حبة فراخ هيوسخ اكتر من كده. كل يوم بنكنس كده وننضف وعشان المكان يفضل نضيف. تحتيه نضفنا ومش هنسيبه طبعا من غير اكل لحد بتاع البرسيم ما يجي. لا احنا حطينا له علف وحطينا له بطاطس كمان بياكل اهو. مش هنسيبه من غير اكل لحد بتاع البرسيم ما يجي. لا احنا بنصحى ننضف ونحط له اكل، علف نشربه الاول عشان بيبقى مبيت على علف من بالليل، وبعدين نحط له بعد ما نشربه نحط له علف تاني، وبعدين نحط له حبه بطاطس كده ياكلهم عبال البرسيم ما يجي، وننضف له المكان كده ونخليه زي الفل. احنا بنكنس مره واحده في اليوم. بصوا المكان عامل ازاي زي الفل. والعلبه هناك دي فاضيه اللي بنحط فيها الفضلات بتاعته، الكعوله اللي هي بنعملها جله اللي هي بنولع بيها دي. فبسم الله ما شاء الله بنستفيد بكل حاجه فيه، كل حاجه يعني بنستفيد فيها، يعني ما بنسيبش حاجه ما بنستفيدش بيها. يعني اللي هي النار اللي احنا بنولعها هنا كنا مولعين بالليل، بس ايه مكان النار ده كبينا عليه ميه بالليل، فلاين مرضتش ازيحه تحتيه كده عشان تحتيه ناشف. فاي حاجه بتطلع يعني الجله بنستفاد بيها. التراب اللي تحتيه ده بنرميه فوق وينشف وننزله تاني. يعني عندناش حاجه زباله ولا حاجه وحشه. يلا يا قمر شجعي نفسك كده وقومي خلصي اللي وراكي. حتى لو هتقومي تعملي حاجه واحده، لو هتقومي الصبح كده معاكي حاجه واحده بس هتعمليها، ما تاجلهاش من لا تصحي اخر النهار ولا تصحي بعد الظهر. لا قومي اعمليها كده الصبح وبعدين اقعدي براحتك. معكيش حاجه تعمليها، قومي اعملي لك مثلا صينيه كنافه، لفه جلاش، اعملي اي حاجه، المهم انك تصحي الصبح. صحيان الصبح ده كله بركه ورزق. لو غسله المواعين من بالليل قومي امسحي البوتاجاز، قومي اغسلي الحمام، قومي اعملي اي حاجه، المهم ما تناميش لحد الظهر وبعد الظهر. صباحكم زي الفل يا رب. النهارده حطينا له اهو اكل يا رب بتاع البرسيم من ساعه رمضان، من اول رمضان كده، وهو بقى يجي متاخر، يجي بعد الظهر، يجي الظهر. فاحنا مش هنسيبه من غير اكل لحد بتاع البرسيم ما يجي. احنا رمينا له اكل كمان. معانا ارنبتين جوه كبروا بسم الله ما شاء الله، اوريهم لكم.
بصوا بسم الله ما شاء الله، انتوا فاكرينهم وانا وريتهم لكم هما صغيرين. هما كبروا بس هما مستنيين البرسيم. العلبه اللي جوا دي بحط لهم فيهم شويه علف او ارمي لهم لو 200 عيش عبال البرسيم ما يجي. الاضاءه وحشه كده، واضحين اهو. وده جوز حمام لاحم مش بلدي. يلا يا عسل قومي شوفي اللي وراك يا حبيبتي. لو شفت الفيديو لحد هنا كده ما تنسيش في لايك حلو واشتراك في القناه. عمرو عايز يقول حاجه، عايز تقول ايه يا عمرو؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. طب من غير ما يشوفوك، من غير ما يشوفوا عمرو. تعالى هنا، لا ورا شويه. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوناش في لايك حلو واشتراك في القناه كده. صباحكم زي الفل. ارجع ورا عشان خايف منك، عشان مش راضي ياكل اهو. ارجع ورا هناك عند الباب. بابا عايزه اصور لكم بالليل بس الاضاءه بتبقى وحشه. لما بنطلع له يعني بالليل بنكون مولعين هنا كده، مولعين وبنعمل شاي كده، بس كنت فاتحه لايف بالليل بتاع ساعه مثلا. بابا عايزه اصور لكم بس الاضاءه وحشه، مع ان حاطين لمبتين فوقيه كده، بس بالليل الاضاءه بتبقى وحشه. بنسهر معاه بالليل كده مثلا، يعني قبل السحور كده ونروح نازلين. معناش حاجه هنروح فين؟ فبنطلع له بقى نهتم بيه يعني. الحاجه لما بتبقى ايدك فيها وقدامه على طول، البهيم بيبقى، مش البهيم بس، اي حاجه اي حاجه بتهتم بيها ربنا بيبارك لك فيها. وما تنسيش حبيبتي زي ما انا قلت لك قبل كده، لو عندك مكان تربي اي حاجه ربيها، توفر لك في مصروف البيت وتوفر لك في كل حاجه، وتعرفي تشيلك حاجه كده تجيبي بقى حاجه لنفسك. يعني لو هتربي حبه فراخ ربيهم، يعني لو اول مره وما جاتش معاكي وما تحاوليش وما تقوليش مش هحاول تاني، لا ده انا خسرت المره اللي فاتت ازاي، لا ما تقوليش كده. ما حدش بيتعلم ببلاش. حاولي مره واتنين وتلاته وربنا هيبارك لك في رزقك ورزق اولادك. لكل مجتهد النصيب. ربنا بيقول اسعى. لو عندك امكانيه او مكان تربي فيه اي حاجه ربيها، ده خير ورزق في البيت، ده خير. ما كانش حد لو الحاجه ما بتكسبش ما كانش حد غلب وما كانش حد ربى. لا لو معاك لو امكانيتك تربي اي حاجه ربيها في البيت، ده خير ورزق. مش امكانياتك تربي اي حاجه، قومي واهتمي ببيتك واولادك وخلصي مصالحك بدري، وبعد كده شوفي نفسك طول اليوم عايزه تقعدي تنامي تعملي اللي انت عايزاه. المهم انك تصحي بدري وتشوفي اللي وراكي. خلصي اللي وراكي هيبقى نفسيتك حلوه وبالك مرتاح. والله الواحد لما بيخلص اللي وراه كده بيبقى باله مرتاح ونفسيته حلوه وهادي. انا بشجعك انك تقومي تعملي اللي انت عايزاه. اي حاجه تخطر على بالك كده قومي، ما تكسليش. قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقومي. قومي على طول، يعني اعملي اللي وراكي. قومي اعملي حاجه واحده، قومي اعملي حاجه واحده وارجعي تاني. قومي اعملي اي حاجه، اي حاجه في الشقه، يكشي بس تنفضي السراير وترجعي تاني تقعدي. بجد بجد الصحيان بدري ده حاجه جميله جميله جميله. هو بياكل اهو، حطله اكل بياكل. بتاع البرسيم متاخر النهارده، هو بيستنى البرسيم والله بيفرح بيه. يعني مش عارفه، كذا حد قال لي اقطعي له البرسيم وادوله علف بس عشان يطلع معاك على العيد، وحد تاني قال لي لا خلي البرسيم معاك لاخر يوم. فانا محتاره بصراحه.
اقطع عنه البرسيم خلاص مرميش تاني لحد اخر الشهر ده وبس، ولا ارميله برسيم اكمل لاخر يوم؟ فمحتاره بصراحه مش عارفه. بس هو بيفرح البرسيم حتى لو واكل فاطر، وارميله البرسيم بياكله بيفرح بيه يعني، حتى لو شبعان بياكله، بيفرح بالبرسيم يعني. بعدين انا ما برملوش كتير يعني، برسيم هما الحبه اللي انتوا بتشوفوهم بس. فيديو تشجيعي لكل حبايبي اللي في القناه. ان شاء الله ان شاء الله نوصل ل1000 مشترك بيكو، وما تنسوش اشتراك في القناه يا ريت يعني. مبسوطه باي حد مشترك في القناه، بحس اللي بيشتركوا في قناتي دي ناس فاهمه، ناس عارفه التربيه، بيدوا نصايح حلوه، ببقى مبسوطه بيها يعني. انا مبسوطه ان كل واحد بيخش القناه بتاعتي حابب فيديوهاتي وحابب المحتوى بتاعي، وفاهم كمان بيديني نصايح. انا مبسوطه جدا يعني، بتبسط جدا لما يجيلي تعليق مثلا ايه، ما تدوش بطاطس كتير عشان تعمل مشكله في الكرش، اخلي بالي ما ادلوش غير حبه صغيرين يعني، اديله بالحبه الصغيرين. مثلا ايه، اديله علف وشيل البرسيم عشان يطلع معاك العيد. يعني نصايح كده جميله بحبها بصراحه منكم. ودي الطاقه الايجابيه اللي انا بكلمكم عليها يعني. حتى بصوا لو كلمه بتدي الواحد طاقه ايجابيه، لو مش عندك حد يديك طاقه ايجابيه اديها لنفسك بايه، اديها لنفسك باي طريقه انت حباها. مثلا اعملي كوبايه شاي وقومي خلصي اللي وراكي بعد الفطار. قومي الصبح بدري، لو معاكي حاجه اعمليها. يكش حتى لو معكيش حاجه في الشقه كنسي السلم بتاع البيت، يعني يومك هيبقى جميل 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 جميل. صباحكم زي الفل ورزق يا رب العالمين. ما تنسوش في لايك واشتراك في القناه. شكرا جدا والسلام عليكم.